أهلا وسهلا بكم مجددا مرة أخرى. الآن ضيفي فارس مختلف وفارس مميز، وصيف بطل العالم، الفارس العالمي عبد الله وليد الشربتلي. عبد الله نرحب فيك بسعودية. الله يخليك، تسلم، الله يخليك. الله يسلمك عبد الله. قبل 3 أيام كنت بطل الجائزة الكبرى لبطولة الوطن. الجاهزية يبدو أنها كاملة جدا لمشاركة عبد الله الشربتلي في البطولة الدولية الفايف ستار ضمن مهرجان خادم الحرمين والله الشريفين. اتمنى ان شاء الله يكون جاهزية كويسة، وان شاء الله نتوفق باذن الله. عندي حصانين جداد لسه ما تعرفت عليهم، هذا حصان اول مرة اركبه ان شاء الله، اسمه ليتل بيزي، حصان جدا ممتاز ما شاء الله، الله يوفقنا فيه ان شاء الله. عندي جواد سلطان لسه ما هو في كامل جاهزيته، فحخليه انتظر الاسبوع اللي بعده 3 ستار. وعندي الجواد شيكاغو اللي فاز الاسبوع الماضي، ومفروض ما دخلوا 3 اسابيع ورا بعض، بس انه جواد سلطان ما هو جاهز. فاضطريت اني ادخله واريح سلطان الين ما يجهز الاسبوع اللي بعده يصير احسن ان شاء الله. يعني وش الجهاد اللي مشارك فيها عبد الله في البطولة الدولية؟ ان شاء الله جواد شيكاغو والجواد ليتل بيزي. جميل جدا. كيف تشوف مستوى جهادك، خاصة أن البطولة جت في بعد شيكاغو مشارك، أخذ الجائزة الكبرى، والآن يشارك مرة ثانية في بطولة قوية جدا وارتفاعات عالية، منافسات قوية وأسماء قوية مشاركة من جميع هو دول العالم. الميزه والله اني عارف الجواد شيكاغو كويس، فيعني شاركت فيه بطوله واحده، فصرت بديت اتعرف عليه. اما جواد ليتل بيزي ولا مره شاركت فيه، فلسه ما اعرفه. فان شاء الله ان شاء الله يكون في انسجام بيني وبينه، وان شاء الله يتوفق ان شاء الله. شيكاغو للبيج. ان شاء الله الاثنين البيج، ما شاء الله إن شاء فاقرر الله. ان شاء الله بعدين. بالتوفيق ان شاء الله. عبد الله، رساله اخيره توجهها لجمهورك ومحبينك اللي دائما ما نشوفهم في تويتر، في يمكن انت بعيد عن وسائل التواصل الاجتماعي، لكن متواجدين دائما بكثره، جمهور عبد الله وجمهور صندوق الفروسيه السعودي. والله ان شاء الله باذن الله اتمنى اني اقدم افضل مستوى وارفع علم المملكه السعوديه ان شاء الله دائما، وباذن الله يكون التوفيق ان شاء الله حليف جميع الفرسان السعوديين. وان شاء الله باذن الله دائما نقدر ان احنا نرفع علم المملكه باذن الله في جميع المحافل الدوليه. ان شاء الله بالتوفيق عبد الله. ان شاء الله شكرا، وباذن الله نلتقي لقاء اخر ان شاء الله بانجاز سعودي جديد ان شاء الله. شكرا لك. شكرا.